في نواقض للإيمان بالله، في حاجات ممكن تعملها تخرّجك برّه دائرة الإيمان بالله. لو أنت ظنيت إن في وقت من الأوقات ربنا مش شايفك فيه، ومش عارف نيتك ومش عارف اللي في قلبك، أنت نقضت الإيمان بالله. لو أنت ظنيت إن رأيك وفكرك و ومنطقك أحسن من شرع ربنا سبحانه وتعالى، أنت نقضت الإيمان بالله. لو أنت افتكرت إن شرع ربنا ما ينفعش يتطبّق في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات أو على مجموعة في بلد معيّنة، يبقى أنت نقضت الإيمان بالله. لو أنت ظنيت إن في حد ممكن يضرك وينفعك غير الله سبحانه وتعالى، وإن أجلك أو رزقك أو مستقبلك متعلق بشخص أهم من الله سبحانه وتعالى، أنت نقضت الإيمان بالله. لو افتكرت إن في ولي والّا شيخ والّا عالم والّا نبي والّا مقام ممكن إن هو يكون شفيعك ويكون هو واسطتك اللي يخرّجك من النار يدخّلك الجنة بغير إذن الله سبحانه وتعالى، يبقى نقضت الإيمان بالله. إذا ظنيت إن شرع ربنا فيه ظلم للمرأة والّا ظلم للفقير والّا ظلم للغير المسلم تبقى نقضت الإيمان بالله. يبقى الإيمان بالله مش كلام، لازم في حاجات تثبت إنّك أنت مؤمن بالله. الصدقة اللي بتدفعها برهان، أمّا الواحد بيتصدّق وبيدفع فلوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا برهان على الإيمان." إنّك أنت إيه، ما بتحطّش فلوسك في حاجة إلا وأنت واثق إنّها هترجع لك، فلمّا تدفع فلوسك أنت واثق إنّها ترجع لك حسنات، فده صدق. صدق على إيه؟ على إيمانك بالله. لمّا تبخل وتقول لأ أنا مش هادفع، يبقى الإيمان بتاعك قليل، يبقى أنت يقينك مُهتز، ما أنتاش عايز تدفع وفاكر إن الفلوس دي هتروح عليك. في العدل بتاع شرع ربنا، يبقى إيمانك مش راسخ، مش قوي، لإنّك تظن إن شرع ربنا مش عدل، تظن إن القوانين اللي حطّها البشر أعدل من شرع ربنا سبحانه وتعالى، لا استحالة. كده لمّا ربنا يتكلّم عن المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لو مؤمن مش هيتولى، هيسمع كلام ربنا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مش عايز يسمع كلام ربنا، مش عايز يسمع حكم ربنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما يفتكرش شرع ربنا إلا لما يكون ليه حق. أفي قلوبهم مرض؟ ده قلبك فيه مرض؟ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هو ده المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إيه؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول سمعنا وأطعنا، انتهى الكلام، كلام ربنا فوق راسي، خلاص هو ده الإيمان. إنما إن أنا أفتكر إن أي شرع أو أي تشريع أحسن من شرع ربنا، فقدت إيمانك. إذا فاكر إن شرع ربنا فيه ظلم، إذا فاكر إن شرع ربنا ما يصلحش لكل زمان ومكان، أنت نقضت إيمانك. بيقسم في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يبقاش عنده أي حرج ولا أي شعور بالضيق من حكم ربنا. ربنا قال كده يبقى هو كده، خلاص انتهى، هو ده الإيمان الحقيقي. هو ربنا عارف مصلحتك، ألا يعلم من خلق؟ هو ربنا مش عارف؟ ربنا عارف مصلحتك. إيمانك بربنا وبحكمة ربنا وبعدل ربنا يخلّيك عندك يقين إن شرع ربنا هو الصح، وده يخلّيك مش تايه، يخلّيك عارف أنت رايح فين، عارف الصح إيه وعارف الغلط إيه، عندك ميزان بتوزن بيه الحق والباطل، يريحك نفسيًا. ما أنتاش محتاج تقعد تفكر إيه الصح وإيه الغلط، هو ربنا عرّفك تعمل إيه وما تعملش إيه، ومتأكد مليون في المِيّة أن هذا هو الحق المبين.